كشف المفتري عبد الحميد النجدي. طيب، كذلك النجدي نفسه الذي قال حديث الغرانيق، قال هو في صحيح البخاري، وهو ليس في صحيح البخاري. نعم، أنا قلت في صحيح البخاري. سمعت صوتك؟ جيب المسجل يا بلوشي. أنا قلت في صحيح. نعم، جيب المسجل يا بلوشي، عندك المسجل. تفضل كمل. هذا صوتك أم ليس بصوتك؟ يا أخي أفرض صار اشتباه. أن إبليس لعنة الله عليه أدخل في القرآن كما في البخاري، وأن الرسول تنسبون إلى رسول الله الذي هو سنقرئك فلا تنسى والذي هو وما ينطق عن الهوى. في البخاري اشتباه يعني. خيرا إن شاء الله. مو معصومين، يعني ناس عاديين. ما حكم أثر تنزيل؟ أليس هذا تحريف؟ ثم ما لا تقول بالغرانيق؟ خل أكمل كلامي. أن إبليس لعنة الله عليه أدخل في القرآن كما في البخاري، وأن الرسول تنسبون إلى رسول الله الذي هو سنقرئك فلا تنسى والذي هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تنسبون له ظلما وزورا بأنه قد قال في صلاته والعياذة بالله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وإن ذكرهن لا ينسى. يعني غير في سورة النجم. ماذا تقول؟ أن الأخ الكريم الرافضي الآخر الذي يناظر دائما ماذا يفعل؟ اتهم أهل السنة والجماعة بالكذب، والكذب بهم أولى، ولنا في ذلك أدلة، منها أنه قال قبل أن آتي إلى هذا لكي لا أنسى أنه جاء بالكلام الذي قاله شيخنا عبد الرحمن دمشقي أبو عبيدة، أنكر حديث الغرانيق وحكم بضعفه، فجاء هذا الرجل الذي يتعالم وماذا قال؟ قال انظروا إلى تصحيح من؟ إلى تصحيح الشيخ محمد عبد الوهاب. هذا يدل على جهل عميق بأصول الاستدلال. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تشتري اللحم تذهب إلى اللحام، إذا أردت أن تستفسر عن الطب تذهب إلى الطبيب، والقاعدة عند العلماء ما هي؟ أن المعتبر في كل فن قول أهله، المعتبر في كل فن قول أهله. ولذلك إذا أردت أن تعرف حكم الحديث فعليك أن تذهب عند المحدثين، لا أن تذهب عند الفقهاء أو عند النحويين أو إلى قول سيبويه والكسائي. وفي ذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: وخذه أي الحديث الصحيح وخذه حيث حافظون عليه نص أو من مصنف بجامعه يخص. تأخذ الحديث الصحيح من أين أيها الرافضي الكريم؟ تأخذ الحديث الصحيح من حكم المحدث المعترف بحكمه وأنه ليس مرميا ولا مطعونا بتساهل، أو تأخذه من الكتاب المصنف الذي صنفه علماء هذا الشأن وفرسان الميدان الذين ميزوا بين الصحيح والضعيف. أمر آخر أن هذا أريد أن قبل كل شيء أن أعطي هدية للدكتور النجدي تعبيرا عن تقديري له واحترامي له. هذا الكتاب لعلك تقرأه دكتور إن شاء الله وتستفيد منه، كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولعلك إن شاء الله إذا طلعت عليه تبحث لنا أين قال عن حديث الغرانيق إنه صحيح. الحديث موجود صفحة 25، وليس فيه أنه قال الحديث صحيح ولا قال الحديث حسن ولا قال الحديث حسن بشواهده، ما ذكر شيء عن ذلك البتة، ولم يتطرق إلى صحة الحديث لا من قريب ولا من بعيد. إن شاء الله أنت تطلع وتقارن إن شاء الله. أنا لا أدري ما هي الطبعة التي عندك. إن شاء الله غدا آتيك بالطبعة اللي عندي إن شاء الله تعالى. تفضل. دكتور نجدي، أذكرك بكتابي الذي أهديتك إياه مختصر سيرة الرسول. ما أخبرتنا هل وجدت تصحيح محمد بن عبد الوهاب للحديث حديث الغرانيق؟ ما ذكرت شيئا. ثم يا دكتور عندنا متواتران